بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله، القصص يعني بازدياد، قصص المستغفرين وقراء سورة البقرة بازدياد، وفضل الله علينا كبير. الحمد لله رب العالمين، إنه يعني يؤكد كل الكلام الذي نقوله. الحمد لله رب العالمين، يعني ما خرجنا عن الكتاب والسنة قيد أنملة، والفضل كل الله. نحن لازمنا الاستغفار فأكثرنا، والذاكرين الله كثيرا فأكثرنا، وما قلنا إنها 30,000 من باب تحديد الأوراد، لكنه ورد مبارك، ورد مبارك عشنا قطفنا ثماره التي وعد الله في الاستغفار. ما وعد الله في الاستغفار وما وعد رسوله في الاستغفار وجدنا بالترتيب، والحمد لله رب العالمين. وكذلك في سورة البقرة، بما انه طبعا معي قصص ارويها ان شاء الله، نخص عليكم الان من اخوة دونوها وبعثوها لنا، والحمد لله رب العالمين. يعني فيها العجب، والله هذه القصص فيها العجب، فيها تأييد رباني مستمر للاستغفار. اليوم سمعت يعني مقتطفة أو مقتطعة من فيديوهاتي، مشكورين إخوة وأخوات يجتزئوا من كلامي وينزلوا. لكن كان في سؤال هناك: ماذا أفعل بالأوراد؟ طبعا هذا كلام مجتزأ. الآن أنا في الماضي ما كنت أعرف أن هناك متصيدون في الماء العكر يريدوا أن يسرقوا هذه الكلمات المجتزأة ثم يخرج بها بفيديو. اسمع شو بيقول هذا الرجل، ما كنت أعرف. فما يعني كلامي كان كلامي موجه للمتابعين الذين هم معانا، الذين بيعرفوا أنه أنا كنت أصلي صلاتي في تكبيرة الإحرام الأولى، كل الصلوات 5 صلوات في تكبيرة الإحرام الأولى، 13 ركعة من قيام الليل، صلاة 30,000 استغفار، 1500 صلاة على رسول الله، صدقات، نعم، قراءة القرآن. قلت أنا في البداية حفظت سورة البقرة يعني بال2015 حتى الصفحة 27: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذا كله قلته وتكلمت عن هذا الموضوع، إني أعطي دروس لكن عندما سألوني بعض الإخوة يعني ماذا نفعل مع باقي الأوراد للذين يريدوا أن يبلغوا آية، الذي يريد أن يبلغ آية ماذا يفعل؟ طيب نرجع كمان، وقفت الكاميرا أنا قليلا. صراحة عندما كان يسألوني بعض الإخوة المتابعين لي الذين سمعوا دروس كثيرة مثلا ماذا نفعل، وبيعرفوا إن احنا يعني علينا أن نوجه البوصلة إلى الله ولا نسأل مع الله أحدا، وديروا بالكم من الشرك الخفي، وديروا بالكم من الذنوب التي يحولها الله علينا للهموم والكروب، علينا أن نترك هذه الذنوب ثم نلزم الاستغفار بالليل والنهار. لكن ما كنت يعني أعرف أنه هناك متصيدون في الماء العكر يقتبسوا من كلامي، يجتزئوا من الكلام. أنا بحكيش هالإخوة الذين يعني نيتهم خير إن يبينوا للإخوة فيجتزئوا من كلامي مثلا مقتطفات النافعة، لكن المتصيد سيأخذ هذه الجزئية، لأني أنا سمعت نفسي وأنا أتكلم بدون يعني فهم، بدون شرح سابق. لكن هذه الجزئية ماذا أفعل؟ أنا قلت هكذا: اترك كل الأوراد وابقى مع الاستغفار. نعم، هذا الذي قلته، وهذا من باب إنه إحنا نريد أن نعيش آية. كيف نعيش الآية؟ بلغوا عني ولو آية، هي مدة زمنية من الوقت تمضيها مع حديث من أحاديث رسول الله التي فيها وعود، أو آية من آيات الله التي فيها وعود. أي وعود؟ التي وعدها الله، مش اللي احنا جبناها من جبتنا وجبت أبونا كما يعني فعلوا. احنا ما عدت أنا ألتفت لهؤلاء، لكن أنا ألتفت إليكم إخوتي الكرام. أنا بهمني موضوعكم أنتم نعم، أنتم المتابعين. أنا ما إلي بالمضللون، أنا إلي فيك أنت، أنا بهمني أنت. نعم، يعني لو أن سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه ترك المرتدين وشأنهم لا دمروا الإسلام. فاعذروني إخوتي الكرام، هذا من حرصي على الإسلام، حرصي على المسلمين والإسلام. نعم، أنا أريد أن أبلغ آية، وجدت الآية
بحذافيرها فضل الله آيات استغفار سورة البقرة. نعم عندي صلاة على رسول الله، عندي قيام الليل، عندي 5 صلوات في تكبيرة الإحرام الأولى كلها آيات أبلغها، عندي الصدقات، عندي أشياء كثيرة، عندي 3 الذين أخذهم المطر فأووا إلى غار، المقايضة يعني آم آم التوسل بعمل صالح، المقايضة هي التوسل بعمل صالح، مجتفى من 3 الذين أخذهم مطر في حديث صحيح فأووا إلى غار فأطبقت عليهم صخرة فسأل الله بصالح أعمالهم. نعم عندي كل هذا وبينته، لكن لما أنا عشت لما أنا بدي أعيش آية هي وكأنك تتخصص في موضوع. لما أنت بدك تتخصص طب عيون فأنت مش طب عام، أنت مش طب عام، أنت طب عيون، أذن. نعم أعصاب، يعني أعصاب صحيح بده يكون عندك معلومات عامة، لكن كم المدة؟ مش كل العمر، حتى تتخصص، حتى تصير إنك الله يفتح عليك. إحنا لما إحنا من نيتنا هذا العمل، لوين بده يوصلنا هذا العمل؟ هذا العمل بيوصلنا إلى معرفة الله. إحنا بنعرف أوامر الله، إحنا بنعرف أوامر الله، إحنا بنعرف نصوم، بنعرف نصلي، بنعرف نحج، بنعرف نزكي، بنعرف كل الأشياء، ولكن ما فيش ثمار ولا لا شيء. ليش؟ لأنك أنت بتعرفش الآمر، أنت بتعرف أوامر الآمر. الله بده إياك تعرف الآمر. 13 سنة ورسول الله يعلم أصحابه التوحيد حتى يعرفوا الله. لما أنت بتعرف الله ببطل في إشي صعب عليك، ببطل إشي تتأفف منه، بتعرف إن الله هو الذي يدبر، وأنت ما عليك إلا أنك تصدق. لما أنت تايب قريب مجيب، يعني ما في إشي بقلبك يعني من هوى، فأنت إن شاء الله على ألف خير سترضى بما يفتح الله عليك، سترضى إلى أين يأخذك الله. فالموضوع هو معرفة الله. من خلال بلغوا عني ولو آية ستعيش العيشة التي عاشوها صحابة رسول الله مع رسول الله. وفضل سورة البقرة في هذا الباب، نعم واتقوا الله ويعلمكم الله، فضل الله بسورة البقرة وكأنها الوحي بعد انقطاع الوحي. نعم سورة البقرة وكأنها الوحي بعد انقطاع الوحي. نعم الله جل في علاه عندما تأخذ سورة البقرة محمل الجد وتكون جزء من حياتك، عشان هيك تركها حصرة، لما بتكون جزء من حياتك لا تتنازل عنها وكأنها أنفاسك، يأخذ الكلمة وكأنها أنفاسك ثم يركب عليها حلقة كاملة ليطعنوا في كلامنا. أنا أقول حسبي الله ونعم الوكيل، إما يتوب عليهم إما أن يعريهم ويفضحهم في كل تضليلاتهم إن شاء الله. يعني الأمر يعود لله. لكن عندما الإنسان يريد أن يطعن كالخوارج، نعم يريد أن يطعنوا فيما نبين، الناس بدأت تجد ضالتها وتعود إلى الله بكثرة الاستغفار، ببلغوا عني ولو آية، بدأوا يعرفوا الله جل في علاه إن الله قريب، بدأوا يعرفوا لماذا لا يعطي الله، لماذا كل هذه السنين نسأل وما في شيء، ما في جواب ولا لا أي سؤال. نعم نوهم أنفسنا إننا على خير، نحن في بلاء، اصبر سيأتي من يخلص هذه الأمة. والله هذا عجب وكأنه يعني تعجب لواحد بقول لك جالس مثلا، ملناش علاقة في الدين، نتكلم واحد جالس في البيت لا يشتغل ولا يعتمر ولا بيعمل ولا شيء، ولا بقول لك الفرج جاي. أي فرج بتستنى انت لا بدك تعمل ولا بدك تتحرك ولا بدك تأخذ بالأسباب، والآخر فرج جاي. أي احنا مغموسين في الربا، بالإباحيات، بالغناء، بالطرب، لا نرجو لله وقارا. بتعرفوا يا جماعة شو معنى هاي الكلمة؟ لا نرجو لله وقارا. ويا أخي نحن لا نرتعد من مخافة من الله. يا أخي نحن نقترف كل شيء وكأننا يعني آلهة تدب على الأرض. يا جماعة احنا لا نرجو لله وقارا، هي كلمة عظيمة جدا 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 جدا. فعندما يعني أحد الإخوة يسألني لازم تعيش مراقبة الله والخوف من الله، والخوف الشديد الممزوج في الحب والوجل. فأنت مراقب لله، يعني أنت حبا في الله تعمل العمل الصالح، ومخافة من الله إنك أنت تكون قد اقترفت لربما الشرك خفي أو عمل غير مرضي عنه من الله. وهكذا
وهذه القلوب وجلة، يعني تراقب. نعم، هذا يعني يكون عندك عبادة ممزوجة في الحب والوجل، خوف من الله، مراقبة، هل قبل الله جل في علاه. لو أنك تقرأ حديث رسول الله، عن جد أنا بنصح في قراءة حديث رسول الله الذي كان فيه الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله في الغزوة، وتشوف كيف عندما قرأت هذا الحديث زمانا في الماضي، الحديث المطول المفصل، عندما الرسول عليه السلام يعني هذول الثلاثة الذين تخلفوا عن نسيت أي معركة، لكن يعني عندما يعني منعهم بطل، يعني الرسول عليه السلام ما كانوا يردوا عليهم السلام اعتزلوهم، فكانوا يقولوا لما كانوا يدخلوا إلى المكان الذي فيه رسول الله كانوا يعني يسلموا السلام عليكم ورحمة الله، فكانوا ينظروا من طرف خفي، ينظروا إلى هل تحركت شفتا رسول الله، شوف لوين، هل تحركت شفتا رسول الله، يعني هل رد السلام. وانت هيك لعملك بدك يعني مش لا تمن على الله فيه، عسى الله أن يقبله يا أخي، عسى الله أن يقبله ويجعله خالصا لوجه الله. فأنا صراحة عندما تكلمت، شوف كل هذه المقدمة، لو أني قلت اترك كل الأوراد الآن وعيش الاستغفار، لاجتزأوا هذه الكلمة وفتحوا فيها في يعني حلقة كاملة يطعنوا بكل الذي يقدمه من التوحيد ومخافة الله وتقديم أمر الله على هواك. نعم، ولا تسأل مع الله أحد، كل هذا سبحان الله. لكنه كما قلت أنا علي إني أنا أدافع عن الجدد كما دافع سيدنا أبو بكر، أدافع عن الإسلام طبعا، المسلمين، الإسلام والمسلمين، كما دافع سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه عندما كانت حروب الردة، فحارب حتى لا يترك الدين، ولا يسمح للمغرضون أن يعيثوا فسادا في دين الله. لكن سبحان الله، يعني لازم احنا نقرأ ما بين السطور للتاريخ، نقرأ ما بين السطور للتاريخ. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نادى في بدر وقال يا رب لئن هلكت هذه الدنيا، هذه الثلة لا تعبد في الأرض، يعني عن جد مثلا هذا اجتهاد رسول الله، لكن يعني الله جل في علاه كان يقبل أن تهلك، يعني ما يكون في إسلام ولا في هذا الدين الإسلامي الذي فيه قرآن وهكذا، لكنه يعني حرص الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن حرصنا على انك انت تبقى على الطريق الصحيح، وهؤلاء نعريهم عشان انت تكون انت اخي الكريم الذي تقف عقبالي، انت تكون كمان مدافع بالحق مما وجدت، مما تعلمت من حقيقة تعيشها، انك تدافع عن دين الله، تدافع عن الآية التي عشتها، تدافع عن الاستغفار، تدافع على ان وعود الله حق، ولا يأتي لك احد يعني يأتيك من باب 30,000 عذرا، من أين لكم هذه الأرقام، يعني هكذا، أو يأتي لك تترك كل الأوراد، أين باقي الدين، ولربما هو لا يفعل من الدين شيء، لربما صلاته نقر وخلص، لربما صلاته زي ما بقول لك نقر، ينقرها نقرا ولا يقرأ لا في كتاب الله، وليس له ورد لا من القرآن ولا من السنة، ولا يطلع ولا على أي شيء، لربما مرت عليه مدة تعلم شيء، سمع كم من درس وخلص هاي معلوماته من هنا، ويخرج ويطعن في كل شيء. نعم، ما تفكر ان الناس علماء وعمال تخرج على المنابر، لا تفكرهم هم علماء. نعم، فكثير من الناس يتبعوا هواهم وهكذا، فهذول المغرضون لازم نعريهم دون تسميتهم، عشان انت لما بتسمعني بقول اترك كل الأوراد لازم تعيش آية، من خلال هذه الآية ستعرف الله. نعم، علم رسول الله أصحاب التوحيد 13 عام، فأنت قد تأخذ منك هذه الآية أكثر من سنة. طبعا إحنا لازلنا مع الاستغفار، ولازلنا مع سورة البقرة، ونحن نصلي، ونحن الحمد لله رب العالمين ما يفتح الله علينا في زيادة الوقت نقرأ من كتاب الله. إن سورة الكهف، إن اليوم الجمعة قبل المغرب بساعة، ساعة استجابة، نسأل الله العلي العظيم أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يعني يلهمنا أو يعني يفتح علينا بالتوبة والرجوع جميع المسلمين،
وأن يعلي هذا الدين ويعلي أهله إن شاء الله، ويكثر سواد المستغفرين التائبين الراجعين إلى الله العارفين بالله. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، وأن يغير أحوالنا، وأن يبين لنا إننا تحت العقاب فنتوب من هذه الذنوب ونقبل على الله جل في علاه بكلنا. نعم، وأسأل الله العلي العظيم أن يتقبلنا ويغفر لنا ذنوبنا. قولوا آمين، اللهم آمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد. فإحنا لما بدنا نعيش، نعم إحنا لما نعيش آية ونلزم الآية هذه، اعطوها حقها الوافي. أنا من بين قصتي من لزم الاستغفار، لزوم الاستغفار أن تكثر منه. فأنا عشت 30,000 استغفار، مش من باب تحديد الأوراد، لكنه إكثار. ممكن إنك في كثير بيتجاوزوه، في كثير لا يصلوا إلى 30,000، لكنه ممكن يكون أنت لازم تجاهد نفسك. الآن نقرأ قصة عشان نبين إنه 1,000 بتكفيش. الآن نقرأ قصة 1,000 بتكفيش، لأنه ذنوبنا كثير. يا جماعة إحنا في زمان غير الزمان. إحنا زمان اجتمعت كل ذنوب الأمم في هذا الزمن، وهذا الموبايل دمار. الموبايل ما كان عندهم بالأمم السابقة موبايل يشوفوا عليه العري والتكشف والكذب والتوك توك وسمي ما تشاء. نعم، ومسلسلات وكلام وعري، وما تركوا شيء. فهذا زمان نحن يعني علينا أن نلزم الاستغفار بالليل والنهار. فالشاهد هنا عندما أنا قلت نعيش الاستغفار أولا، لأنه أول شيء هذا ممحات الذنوب. يسأل هل أصلي على رسول الله أم أستغفر أولا؟ شوف السؤال بيقول نروح على عكا ولا نروح على حيفا؟ واحد من الثنتين، اختار. على سبيل المثال ألزم الآن الاستغفار أم الصلاة على رسول الله؟ لما أنا بدي أعيش آية، أنا مش بالأوراد يا جماعة، عشان تفهموا هذه اسمه القناة اسمها بلغوا عني ولو آية. فهل أبلغ آية الاستغفار أولا أم الصلاة على رسول الله أم سورة البقرة أم سمي ما تشاء أم الحوقلة أم قيام الليل أم سمي ما تشاء؟ بهذه القناة إذا واحد فاتح كلية وعمال بيعلم أي علم، فهو عنده بده يبين ليش الاستغفار؟ لأنه ممحات الذنوب، وإذا الذنوب بينك جبال ما رايح يستجيب الله لك. إن أحدكم لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. فكل العبادات مش رايحة تثمر كما قال عنها الله جل في علاه، يعني الوعود التي وعدها، إذا لم تطلب المغفرة أولا. فأنا لما بقول أول شيء الاستغفار ولا تأخذ معه شيء آخر، شو يعني؟ يعني مستوى الاستغفار هو حد الوافي. من لزم الاستغفار تحقق هذا الشرط. طيب شو الشرط؟ اني انا حققت. كيف بدي اعرف اني حققت؟ ما هذا هو بيت القصيد. كيف بدي اعرف انا؟ يعني 1,000 بتكفي؟ هل 1,000 تمطر السماء فيها؟ فقل استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هل يرسل السماء عليكم مدرارا بال1,000؟ لا، مش راح يرسل السماء عليكم مدرارا بالعافية، لأنه ذنوبك أكثر من 1,000 بكثير باليوم. فإذا 2,000 الله أعلم، أنت بتزيد حتى تصل إن شاء الله إلى أن يرسل السماء عليك مدرارا. أنا بدي أحقق شرط سورة نوح عشان أخذ ثمار، بدايتها المغفرة، ثم المطر، ثم المال، ثم البنين، ثم يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم، فهذا أنا بدي أحقق. طيب هل هذا إذا أنا حققت يعني يمنعني، يعني حرام إني أصلي على رسول الله؟ أنا ما قلتش هذا الكلام. هل حرام إنك تقرأ في كتاب الله؟ ما قلتش هذا، لكن تأخذ يعني كيف بقولها قليل من هنا وقليل من هناك، لكنك أنت عمال تذكر الله. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. طب أنت عمال تستغفر وتذكر الله، طب أنت مشغل حالك في ذكر الله بالليل والنهار، وأنت بهذا الحديث أصبت. ليش احنا بنذكر غير الله؟ طيب أنا شو أعمل بباقي الأوراد؟
أنا دا أوصل إني أصل إلى إني حققت من لزم الاستغفار. شو السبب؟ أنا ليش ماخذ كل هذا؟ ليش هذا العمل كلياته؟ ليش أنا ماخذه على أساس إني أبلغ آية رسول الله. طيب شو هاي الآية بده يصير فيها من وراها؟ أول إشي أنا أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر من شيء حقيقي قد يلتمسه الناس ويقربهم من الله ويجعل لهم ثقة في دينهم. نعم، بالاستغفار في وعود كثيرة يحققها الله إن لزمت الاستغفار. راحة البال، نعم، تكفى الهم وتفرج أمورك ويقضى دينك وتيسر أمورك وتشفى بإذن الله تعالى، ويغير الله أحوالك ويمكن لك ويمكنك ويعلمك جل في علاه بالاستغفار. يبطل عنك الأسحار، يبطل عنك الأمراض، يرفع عنك كل داء وكل مرض وكل عقاب بالاستغفار. وصلت؟ فبالاستغفار أنا عندي حقيقة مريض، أنا إذا دليته على الاستغفار ووجد من الاستغفار شيء فهو سيثق في دين الله. لكن إذا أنا دا أقول له يعني خذ لك 100 صلاة على رسول الله و100 استغفار و100 حوقلة و100 100 كله ذكر الله صحيح، لكن أنا ما وجدت شيء من هذا الشيء. الله بده إيانا نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بده إيانا نعرف، بدنا إيانا نعرف حقيقة. كلمني على الاستغفار بحقيقة، ما تقول لي جميل، كله جميل، كله دين جميل. ما تقول لي جميل هذا كلمة عامة، لكن قل لي هذه الثمار التي أنا أقرأها في كتاب الله أو في أحاديث رسول الله وينها؟ أين هي؟ لماذا لا نجدها؟ لأنك ما حققت شروطها، ما عندك خارطة الطريق حتى تصل إلى تقطف ثمار هذا الحديث. يا جماعة هذا الكلام جدا مهم إنك تأخذه محمل الجد. فالموضوع ليس إنك أنت مديون وبدك تقضي دينك، أصلا هو الله جعلك مديون عشان تأتي لتسمع هذا الكلام. الله مرضك وسحرك وأذن للسحر أن يصيبك عشان تسمع هذا الكلام، عشان أنت تكون طبيب للناس، تدل الناس في المستقبل، تداوي الناس. نعم، تداوي الناس. الموضوع صحيح السبب كان هو دينك أو مرضك أو السحر أو تعطيل الزواج أو عدم الإنجاب السبب، لكن أنت لما الله بده يقضي لك أمرك هذا بالاستغفار وسورة البقرة، ماذا ستفعل مع كل الناس التي تعاني ما تعاني أنت؟ ستدلهم. لا، اسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفك أستاذ شيماء؟ عندي قصة عن الاستغفار وسورة البقرة. قبل ما أتعرف على الأخ محمد حجازي كنت أبحث عن الحمل بعد طفلي الأول. طالت مدة الحمل، يعني عندها ولد وطولت، ما فيش كمان إنجاب، طولت. نعم، طالت مدة الحمل. ذهبت لكل الأطباء، لكل طبيب سمعت به، ثم تمالكني اليأس، وبعدها بدأت رحلة الاستغفار، لكن بعدد قليل، مثلا 300. سمعت 300 منذ أكثر من 4 أو 5 أشهر، لكن لم أرى التغيير. ثم بعد البحث والاستغفار عن السبب بالصدفة وجدت قناة حجازي، ولزمت مثل ما قال بالاستغفار 30,000، لكن للأسف لم أستطيع المداومة كوني موظفة جديدة في التعليم، وأوقات لم يسمح لي بذلك، والوقت لم يسمح لي بذلك. فكنت أستغفر من 12,000 إلى 1000، والشيء العجيب لم أستطع التخلص من بعض الذنوب. لما أضفت البقرة أصبحت أبتعد عما يغضب الله بسهولة، ورأيت كل الذي تحدث عنه حجازي، أمطار وغيرها. والأمر الأدهى كنت أحس إني لما أشتهي شيء في نفسي فقط يحضره زوجي وأبقى مستغربة، ووجدت إن الدعاء يستجاب، ونسيت الأمر وواظبت على قيام الليل
ليس كل يوم، لكن الأكثرية الأيام أقوم وأنهض ممكن يوم أو يومين في كل أسبوع. كنت أعيش مع أهل زوجي وعجوزتي متسلطة تغيرت كليا. بدأت تعاملني بشكل جيد. لقد عشت معها أسوأ أيام حياتي بسبب معاملتها، فأصبحت منشغلة بنفسها، مرة تمرض ومرة تخاصم بنتها فيما بينهم، فأصبحت لا تهتم لأمرنا. كنت أحس إن الله يشغلهم بأنفسهم حتى يبتعدوا عنا. وبعد شهرين من معرفة لحجازي والقيام بالاستغفار وسورة البقرة مرة فقط وقيام الليل أصبحت حامل شهرين. اكتشفت أن الذنوب فعلا هي سبب همومنا ومشاكلنا. أوصيكم وأوصي نفسي وحتى يستجاب الدعاء عليكم بالصلاة في وقتها والابتعاد عن محرمات ما ظهر منها وما بطن وقراءة القرآن. والله سنرى العجب. هذه قصة لكل من دب اليأس في قلبه. الله يريد منا الاستقامة. الله يريد منا الاستقامة فقط، وسيعطينا كل شيء. قال لنا تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. لابد أن نوفي بعهودنا أولا ليرزقنا عذرا على الإطالة. طيب، هنا القليل من الاستغفار لم ينفعها، وسقطات اللسان وزلات اللسان والغيبة والنميمة ما استطعت يعني أن تشغل نفسها عنها. فكان الدور الأكبر لسورة البقرة أن تحلق هذه السقطة التي كان يعاقب الله ويؤخر الحمل. هي شمرت للحمل، اليوم هي عمال تبلغ، هي بلغتكم هذه الآية وعليها أن تستمر وتبني على هذا الكلام وتستمر. يا جماعة، لا تأخذوا الأمر إني أنا الله قضى ديني وخلصت، الله أعطاني الشغلي، هذا عيب. يعني هذا قلة حياء من الله. نعم، يعني أنا مثلا سمعت أخونا حجازي بيتكلم عن الاستغفار، بيفتح الله بيقضي الدين. نعم، أخذته كما قال حجازي، وبالفعل الله قضى عني ديني. لكن هل أتوقف؟ هل أترك الاستغفار؟ لا، هذا قلة حياء من الله. يعني كل هذا يعني دير بالك. من لهذا الدين كمان مرة؟ من سيبلغ هذا الدين؟ من لهذه الأمة الضائعة؟ مين؟ لأخوك، لجارك، لعمك، لأبوك، للي حولك، أمك، أخواتك، من لهم؟ من يبلغهم؟ أن نظلنا إحنا متناحرين، حروب، نظلنا متناحرين بين الجيران، الحسد والحقد والهاي. الله خزائنه ملأة، والله بتفنن وبحب يعطي عباده، بحب يغرقهم بالخير، لكن يأخذ بالأسباب، يترك الذنوب. يعرف من هو المعطي، مش إذا أعطاك تقول أنا اللي تجرت. أنا لا أخذ ورد عشان الله يغنيني، أنا أخذ ورد عشان أتعرف على الله ويزيدني معرفة في الله وتصديقا لأحاديث رسول الله. نعم، أنا أزيد عشان أعرف، ولازم أعرف. يعني ما بينفع إني أخذ يعني سلطة كل الأوراد، مش راح أعرف. عشان هيك الله ما بيعطينا، لأنه إحنا مش عارفين شو معنى حوقلي، ولا إحنا عارفين شو ثمار الاستغفار، ولا ثمار الصلاة على رسول الله، ولا معنى قراءة القرآن، ولا حفظ كتاب الله، ولا مش عارفين ولا شيء. إحنا صرنا نحفظ للحفظ ونصلي على رسول الله للصلاة، ويعني نصلي الصلاة للصلاة. ما في إشي يقربنا إلى الله. عبادتنا مش تقربا إلى الله، ما فيها ذاك الروح التي يعني نتقرب فيها الله. فإخوتي الكرام، أنا أطلب من الذين يجتزئون من كلامي ديروا بالهم من المتصيدين في الماء العكر. عندما أنا أقول اتركوا الأوراد، فهذا سيتصيدها متصيد، لربما حتى مش متصيد. خلينا نقول واحد اليوم أول مرة بسمع كلام حجازي، أول مرة وصلوا هذا الفيديو، هذا الكلام لا يجوز اجتزاؤه. لا يا إخوتي، هذا الكلام لا يجوز اجتزاؤه أبدا.
لأنه هذا في سياق كلام كامل، كلام كامل. لا تجتزئوا من كلامي اتركوا الأوراد ولكن الزموا الاستغفار، بلغوا آية. ما بينفع، هذا اجتزاء لكلامي. حتى الذين يريدون خير بالأمة سيسمعها واحد بيصلي وبصوم وبيعرف لكنه ما بيعرف شيء عن الاستغفار، بقول لك ايه شو هذا، بيقول نترك الأوراد. منين يعني هذا الكلام؟ كيف نترك الأوراد؟ يعني الله قالنا اعملوا كذا والرسول عليه السلام قالنا اعملوا كذا. مش فاهم الموضوع فيطعن مباشرة. حتى لو كان يعني انت بعت له هذا الفيديو اساس تشجعه سيترك كل شيء، لا يسمع، لن يسمع، لانك انت اجتزأت. ما في، انا شوف هالحلقه كلياتها هاي بنتكلم. دير بالك، انت تريد ان تبلغ آية عليك ان تعيش، وحتى كالمتخصص في طب العيون، فحتى ينهي طب العيون ممكن ان يتخصص بشيء اخر. وهكذا بعد ما انا اقطف ثمار الاستغفار التي وعد الله من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج وكل هم فرج ورزقه من حيث لا يحتسب، والمطر والمال والبنين وكل هذا الذي وعده الله، انتقل ان شاء الله. مش انتقل، لا يترك الاستغفار. الاستغفار شيء استثنائي من كل العباد، من كل الاوراد، لانه احنا نذنب وهو ممحاة الذنوب وهو الامن. لا يعذب الله مستغفر لكن يعذب الجميع الا المستغفر الذي لزم الاستغفار. فانت بتحفظ حالك من العذاب الله وعقاب الله اذا وقع في امة اراد الله ان يهلكها او يعذبها. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. مش الآن، مش الآن يصيبك الآن وقع العذاب ونزلت الحرب وبلش الأمور، يعني أنت وكأنك الآن بدك تبدأ بالاستغفار. القصص التي كانت معنا من الذين نجوا من غزة وغير غزة كانوا بدأوا الحرب من قبل الحرب في الاستغفار، ما كانوا يعرفوا في حرب، بدأوا الحرب ونزلنا قصصهم أكثر من 3 4 5. أنا بحكي على غزة، خلاف عن سوريا وخلاف عدا عن سوريا وهكذا والسودان. هم كانوا قد بدأوا من قبل، فالله نجاهم، الله نجاهم. فدير بالك أنت دائما كن مستغفر، كن مستغفر. طيب أنا بدي أخذ سورة البقرة، أنا ما بنزل من الاستغفار. لو يعني إذا كان يعني الذي بده يجتهد يا جماعة بيجتهد وقت طويل. احنا بنشتغل 8 ساعات في اليوم، انتم بتعملوها وكأنه 80 ساعة في اليوم بنشتغل. أين البركة؟ أين الهمة العالية؟ أين أنك تسأل الله وتقول يا رب بدي أقرأ سورة البقرة؟ يعني سورة البقرة للمستعجل 35 دقيقة، نعم، والاستغفار 10,000 بساعة واحدة بجلسة واحدة. يعني ما تطور ليش هي تعمل حالك موات. نعم، ما تعمليش حالك موات يعني وكأن يعني ذبحوك ذبح وانت تستغفر واخذ وقتك كله. بدك من أراد العلا سهر الليالي، نعم. فإذا بدك أنت، كانوا الصحابة يعني سبحان الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون. فأنت بدك تشمر، بدك تنال معرفة الله والقرب من الله، شد حالك أخي الكريم. نأخذ هذه القصة إن شاء الله. السلام عليكم، أريد تبليغ آية بدأت في الأول من شهر ذي الحجة في الاستغفار، وقرأت سورة البقرة، وكانت بنية أن أرزق بيت لأني تعبت من الإيجار وأنهكتني الديون وضيق العيش، مع إن لي مدخول ولكن لا يكفي. رزقني الله بيتا والحمد لله من فتح غير محسوب، يعني من رزق غير محسوب. سبحان الله، سكن وظيفي لا إيجار فيه، والحمد لله. ورأيت في المنام من يأمرني أن أبلغ آية. أقسم بالله يا إخواتي إن الاستغفار وقراءة سورة البقرة لحق، وأنا أصلي على النبي 1000 وأستغفر منذ استيقاظي، وأقرأ سورة البقرة أقلها 2 مرتين، والله على ما أقول شهيد. الحمد لله رب العالمين. يعني يبلغ آية، يريد أن يبلغ أنهم وجدوا من هذا المشمر الذي الله بيعطيك. الله ما خلقك تيعذبك، الله ما خلقك، لكنك أنت مش عارف مين اللي بيعطيك ومين اللي بيرزقك. رد الفضل لله، نعم. أؤمر بالمعروف ينهى عن المنكر، نعم. صلي يعني على رسول الله، يعني اليسير. حتى لما بتحقق الآية لتبلغها أنت حر يا أخي، انطلق وين بدك. أنا أوجهك مما وجدت،
أنا أوجهك مما وجدت. بعد الاستغفار سورة البقرة، لأنه إحنا أصلا نعذب بذنوبنا، وسورة البقرة تنسف الذنوب، تنسف الذنوب ما لا تستطيعها البطلة، والشيطان يأتي فقط بكل باطل. مفهوم؟ فأنت يعني سورة البقرة وكأنها توأم الاستغفار، لأنه أنت تستغفر على الذنوب، وسورة البقرة يعني تشلحك هذه الذنوب. فإذا أنت بطل في عندك ذنوب، يعني بتقدر تقلل بعدها من الاستغفار قليلا، مش تترك، لا يترك الاستغفار. بارك الله فيكم. احنا ان شاء الله سنبقى نفتح بث مباشر نتكلم مع الاخوة، طبعا في بعض قصص ان شاء الله. الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم، الله يفتح علينا وعليكم ويبارك فينا وفيكم، واسال الله العلي العظيم ان يفتح عليكم اليوم الجمعة. اللهم سدد لساني اللهم سدد ألسنتنا وثبت حجتنا، واجعلنا من القوم الصالحين المؤمنين الأتقياء. وبارك الله فيكم. لحظة شوي. نعم، أنا هذا الدعاء بحب أقرأ كل يوم جمعة. اللهم إنا ولا تعين علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربي اجعلنا لك شكارين، لك ذاكرين، لك رهبانا، لك مطوعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعواتنا، وثبت حجتنا، وسدد لساننا، واهدي قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم امين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن اهل غزه وعن اهل سوريا عن السودان وكل مكان يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا. اللهم ان كان هذا بلاء في غزه فانهيه يا رب العالمين، وان كان فيه عقاب فعافيهم واعف عنهم يا الله، وارحمهم وارحم موتى المسلمين في كل مكان والمضطهدين في كل مكان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن المسلمين. اللهم بصر المسلمين في عيوبهم. اللهم تب على المسلمين حتى يتوبوا إليك توبة صادقة، توبة نصوحة تغفر لهم فيها وترحمهم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تبتلينا فيما ابتليتهم. اللهم إذا أردت في قوم اللهم إذا أردت في قوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ولكم ويرحمنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.